يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة حلو جدا روايح بقى الشتا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى يلا اعملي لايك قبل ما تنسي بقى، عشان ما كده ما تندمجيش في الفيديو وتنسي اللايك. ولو بتشوفيني اول مرة يا ريت بقى ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا كده زي ما تعودنا نبدأ كده بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع يا رسول الله. اول حاجة هبتدي كده، هنبتدي هنعجن مش هنلت ونعجن. هنعجن. اللت والعجن ده في الكلام، احنا ما بنحبش نلت ونعجن في الكلام عامة يعني. احنا بنحب كده دغري، نكون دغري، يا ابيض يا اسود. ما بنحبش نكون بوشين او بالمعنى الاصح بين البنين. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا وسيبكم بقى من اللت والعجن في الكلام. وتعالوا نلت ونعجن في العجين بتاعنا. عندي هنا المكونات بتاعتي ايه. عندي كيلو من الدقيق، وعندي كمان كوباية من الزيت على السمنة، او انا حطيت سمنة على زبدة. ممكن تبدلي الزبدة بسمنة، او ممكن تخليها سمنة خالص، ممكن تخليها زبدة خالص. المادة الدهنية دي حسب امكانياتك وحسب الموجود عندك، مش فرط حاجة يعني. المهم ايه يا ستي، عندي اللبن بتاعي بقى هنزل بيه تدريجي كده. انا على فكرة حطيت مية على لبن، يعني مش كله لبن، مية على لبن كده، وتنزلي بالتدريج. وبلاش يعني تحطي اللبن مرة واحدة عشان العجينة بتاعتك ما تلينش منك، وتحبي ان انت ايه تحتاجي ان انت تحطي لها دقيق تاني. فانت خليها كده واحدة واحدة كده، وانزلي باللبن واحدة واحدة عشان العجينة بتاعتك ما تخنكيش. تمام. العجينة بتاعتي خلاص بقت تمام، اتلتت على بصوا بقت مية مية. كتر اللت فيها بيخلي العجينة بتاعتنا ناعمة كده وليها قوام حلو. شوفوا بقى العجينة بتاعتنا حلوة زي العجينة بتاعتنا طرية مش لابسة. المهم بقى ايه، حطيت لها كيس كده، غطيتها بكيس من اكياس حفظ الطعام. وحطيت كمان الصينية عليها وهسيبها ايه تتخمر. وننضف بقى الرخامة بتاعتنا والعجان بتاعنا مكان العجن اللي احنا عجناه، ونظبط الدنيا بحيث ان الرخامة بتاعتنا تبقى رايقة ونظيفة. تمام كده تمام. تعالوا بقى ايه للوصفة التانية، او هي تبع الوصفة يعني، بس شوفوا بقى هنعمل ايه. عندي هنا 4 بصلات كبار، وعندي هنا قرنين فلفل بارد وقرنين فلفل حامي، وعندي كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة. عشان الوصفة اللي انا عاملاها النهاردة بتحب الشطة، بتبقى عايزة تبقى يعني موحوحة، مولعة نار. المهم بقى ايه، هفرم البصل بتاعي ناعم زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وعندي هنا اللحمة بتاعتي، عندي حوالي 1.5 كيلو من اللحمة. وبعدين هحط الفلفل الاخضر، فلفل حامي وفلفل بارد. زي ما قلت لكم الوصفة بتاعتنا بتحب البصل كتير، وبتحب الفلفل كتير، وبتحب برضو الشطة بتاعتها تكون كتير. تمام كده تمام. هنضرب كده الشطة مع الفلفل كويس برضو، ضرب ناعم بس مش ناعم قوي يعني مجروش كده. نشيل بقى الحاجات بتاعتنا مكان ايه ما عملنا البصل، ما فرمنا البصل كده، ونحطهم في الحوض لما نروح لهم نغسلهم. عندي هنا معلقتين صغيرين كده من ال7 بهارات، وعندي معلقتين كبار من توابل الحواوشي، بهارات الحواوشي. هنعمل حواوشي. وعندي بقى شوية فلفل اسود بس كده، والملح. ما حطيتش اكتر من كده. هقول المكونات بتاعتي تاني. دولت 1.5 كيلو من اللحمة. حطيت عليهم 4 بصلات كبار، حطيت عليهم 4 قرون فلفل، 2 بارد و2 حامي. وايه تاني، وحطيت معلقتين صغيرين من ال7 بهارات، ومعلقتين صغيرين من البهارات بتاعة الحواوشي، والفلفل الاسود بس كده، والملح. المهم بقى ايه، هنيجي بقى هنا العجينة بتاعتي زي ما شفتوا كده في الاول خمرت معايا وبقت جميلة، وشوفوا طرية وحلوة ازاي. نبتدي بقى ان احنا نقطعها بقى الكورات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هستخدم كل رغيفين مع بعض، هفرد رغيف والتاني هقفل بيه من فوق زي ما انتوا عارفين طبعا. طبعا الكيلو دقيق عمل معايا 16 رغيف حواوشي. المهم بقى ايه، شوية دقيق كده. طبعا انا سبت العجينة بعد ما قطعتها سبتها ترتاح شوية، بحيث ان انا لما اجي افردها تبقى سهلة معايا في الفرد زي ما انتوا شايفين كده.
نفرد بقى كده ونرشرش دقيق كده على وش العجينة، بحيث ان اما احطهم كده فوق بعض ما يلزقوش في بعض. هفردهم بقى كلهم مرة واحدة كده، وبعدين ابتدي ان انا احشيهم مرة واحدة برضو. بعد ما اخلص كده ابتدي احشيهم واحدة واحدة كده مع نفسي بقى، لان الفرد ده برضو لما افرد وبعدين احط اللحمة واقفل، فتحسي كده ان الدنيا هتلوص معاكي كده. لا، انا الم الدقيق بتاعي، افرد وبعدين الم الدقيق بتاعي وانضف الرخامة بتاعتي، وبعدين بقى احشي العيش بتاعي على روقان كده. تمام ولا مش تمام؟ تمام. اللي محدش لايك يحط اللايك يلا. وتسلم ايد كل حد يحط لايك. اللايك مهم جدا للفيديو. اللايك يا جماعة هو اللي بيرفع الفيديو، فانتوا حطوا اللايك بالله عليكم ما تنسوهوش. ويا ريت بقى تكتبوا لي كومنت حلو كده، وتعرفوني بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد، لان بصراحة كومنتاتكم بتفرحني جدا. اللي بيكتب لي كومنت طبعا ببقى فرحانة ومبسوطة ان انتوا بتكتبوا، ويعني بتحسسوني كده ان انتوا بتتابعوا، ان انتوا مهتمين. فده شيء بصراحة بيسعدني وبيفرحني، وربنا يفرح قلوبكم جميعا. هنا حطيت في الصاج بتاعي 3 من الرغيفة كده، وبعدين هبتدي بقى افرد فيهم اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة انا عجنت العجين وبعدين رحت حضرت اللحمة بتاعتي على طول وحطيتها في التلاجة. حضري اللحمة بتاعتك بقى، يعني تبليها، حط لها البصل وحط لها الفلفل والتوابل بتاعتها، تشرب كلها كده من بعضها. كل ما بتغيب في التتبيلة بتاعتها بتشرب من التوابل ومن البصل والفلفل، فبيبقى طعمها احلى واحلى. تمام كده. المهم بقى هبتدي ان انا حطيت بقى طبقة تانية من الرغيف التاني قفلت بيه اهوت، وبعدين بقى اقفل الحروف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش هشغل الفرن دلوقتي، انا هخلصهم خالص وبعدين ابتدي ان انا اشغل الفرن، لاني برضو عايزاهم يرفعوا كده يكونوا مرتاحين خالص. اي عيش عامة او اي قرص، اي مخبوزات بتتخبز بعد ما تفرديها او بعد ما تقطعيها لازم تريح شوية، لازم تريح شوية عشان ما تبربقش معاكي في الخبيز في الفرن. تمام كده. المهم بقى عملت 2 كده زي السندوتشات كده، فقلت اعمل منهم شوية كده، لان ساعات واحد يقول لي انا عايز نص رغيف. لا، انا على بقى اقطع كده واعمل؟ لا، انا اعمل لكم من البداية كده شوية كده اللي هي انصاص كده. قلت بقى نعمل على الرخامة كمان اسهل كده، لان بصراحة اما حطيتهم في الصاج زهقوني وانا بقفلهم، وانا بتني الحروف زي ما انتوا شايفين كده زهقوني وانا بعملهم في الصاج. فقلت بقى اعملهم على الرخامة كده يكونوا اسهل. خلاص كده، ونحط بقى في الصاج كده التاني. ما خدوش معانا وقت خالص، وبصراحة الولاد كلهم اصلا بيحبوا الحواوشي. الولاد عامة، يعني مش ولادي انا بس، كل الولاد بيحبوا الحواوشي، يحبوا السندوتشات، يحبوا باستا، يعني مكرونة بالوايت صوص، حاجات اللي هي تحس ان هي تتاكل مرة واحدة كده، مش عايزين اي حاجة جنبها. خلصنا اهوت كده، خلصت كل الكمية بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اشغل الفرن بتاعي، اسيبه يسخن جامد قبل ما ادخل الحواوشي بتاعي فيه. وده الحواوشي بعد ما طلع من الفرن، يا سيدي يا سيدي على الجمال وعلى الحلاوة، مفيش لا احلى ولا اجمل من كده. وفي ثواني كده خلصنا، ومفيش كركبة في المطبخ ومفيش كركبة مواعين، حاجة سهلة خالص. فما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب.